السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. صحيت الليلة لقيت الميديا كلها مقلوبة على الموضوع بتاع التيشيرت. دار أشرح لكم حاجة بسيطة. المسرح بتاعنا الإضاءة بتاعته كانت مقابلانا، وكانت إضاءة قوية جدا جدا لدرجة إنك ما بتقدر تشوف تفاصيل الناس. دي أول حاجة. تاني حاجة، بالنسبة للتيشيرت أنا ما كان كل ما عاين ألمح التيشيرت ما بلمحه من الناحية بتاعت الشهيد مكاوي رحمة الله عليه، بلمحه من الناحية بتاعت الشهيد محمد صديق. من بعيد ما ظاهر لي إلا لون الكاكي، والزول الشايل التيشيرت ذاته ملامحه ولونه وكده ما بتشبهنا. فعاينت له المرة الأولى، أشرت له ينزل أوا، فنزلت جريت التيشيرت رميته لمدير اعمالي. كملت الحفله. لما طلعت حتى الباك ستيج لقيت دافينشي وسولجا والشباب، قلت لهم في زول برا دار يضيعنا، رافع لنا تيشيرت عليه صوره الدعم السريع وما عارف شنو بتاع. حتى بقينا نتكلم عن الموضوع لا حوله بتاعه، ونبهوا الامن ونبهوا السكيورتي والحاجات دي. فالحمد لله رب العالمين. يعني انا قلت خلاص الموضوع انتهى وكده، وانه الحمد لله قلت لهم حاجه زي دي لو يعني الناس تشوف في حفلات نزول رافع تيشيرت عليه صور ناس الدعم السريع وكده، وانتم عارفين الحفله في الدوله، فالحاجه دي يعني هتضرنا شديد. عدى اليوم الاول، اليوم الثاني نسيت الموضوع. الليله صحيت لقيت الدنيا كلها مقلوبه على الموضوع ده. فبس ده توضيحي، دي الحاجه اللي حصلت بالضبط. تمام. رحمه الله على الشهداء. كلهم في قلبنا من غير اي فرز. اكيد. انا معروف منه، اهلي من وين، قبيلتي من وين، اعمامي خيلاني، اهلي هسه بيشوفوا في الفيديو ده. الحمد لله عندي قرايبي وعندي اعمامي وكلنا، وعندنا شهداء وعندنا ناس ماتت واصحاب فقدناهم كتير. طريقة غنانا وقلمنا اللي بنكتب به واضح توجهنا وين، واضح ان احنا شايتين وين، وما محتاج. يعني انا ما كنت متخيل ان في يوم من الايام انا تحديدا ان انا اطلع اقول يا اخواننا انا مع الجيش. يعني دي حاجه انا بالنسبه لي مفروغ منها، يعني ده شيء ما محتاج ان انا اقوله. لكن برضه انا بعذر الناس على الطريقه اللي اخذوا بها الموضوع، لانه الموضوع ما كان واضح قدامهم. حبيت اطلع اوضح الحاجه دي. وان شاء الله ربنا يهدي حال البلد، والحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. واكيد ربنا عنده حكمه في الحاجه دي. وانا حليم تاج السر علي محمد احمد، معروف اعمامي، اهلي وقبيلتي، ومعروف انتمائي لي وين. وبس. دمتم بخير والسلام عليكم.